يفقد فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري مولود حمدي الفلسطيني خالد النبريسي أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل في إطار منافسات دور ال 32 من بطولة كأس مصر. ويغيب خالد النبريسي عن الإسماعيلي لتواجده مع منتخب فلسطين المشارك في بطولة كأس العرب 2025 في قطر، والتي ستبدأ الاثنين المقبل بمواجهة بين قطر مع فلسطين. وقاد خالد النبريسي منتخب فلسطين للتأهل لبطولة كأس العرب بعد الفوز على ليبيا بركلات الترجيح مساء الثلاثاء في المباراة التي جمعتهما في قطر. وتعادل فريق الإسماعيلي مع السواحل الليبي الذي يقيم معسكر تدريبي في مصر بهدف لمثله استعدادا لمواجهة حرس الحدود الاثنين المقبل في دور ال 32 من بطولة كأس مصر. وغاب الثلاثي نادر فرج ومحمد نصر وعمرو السعيد عن المباراة الودية بعد قرار المدير الفني مولود حمدي الذي عاقب الثلاثي بإبعادهم عن تدريب الفريق الأول والمباراة الودية التي لعبها الفريق أمس الاثنين، وطلب خوضهم تدريب اليوم بشكل منفرد مع منح الفريق راحة اليوم من التدريب.